قصتنا النهاردة قصة حقيقية حصلت لشاب في مصر مع جنية، وبيحلف الشاب ده إن الموقف ده حصل معاه فعلا. ورغم تجربته الصعبة وأثرها على نفسيته كل ما بيفتكر الموقف الصعب ده، إلا إنه بينبه أي حد إنه ما يحاولش يتدخل في الأمور دي، أو إن هو يحاول يتطفل على سكان عالم الجن البغيض ده، لأن نهايته هتكون مؤذية بالنسبة ليه. وممكن الشخص اللي بيحكي قصته معانا النهاردة لقى حد يساعده في وقتها، لكن ممكن اي شخص تاني ميلاقيش اي حد يقدر ان هو يساعده في الموقف اللي هيقع فيه. ففكر كويس قبل ما تأذي نفسك، لان الطريق ده مفيهوش رجعة ولا فيه هزار. وفي الفيديو بتاع النهاردة هتقمص شخصية الشخص اللي حصلت معاه القصة، وهحاول ان انا احكيها على لساني. ويلا بينا نبدأ الحلقة. الحب شيء جميل جدا وبيدي للحياة طعم مختلف، ومحدش يقدر يختلف على كده. ومفيش أجمل من طرفين بيحبوا بعض ويتحول الحب اللي ما بينهم ده لدرجة العشق. لكن إيه اللي هيحصل لو كان أحد الطرفين دول مش بشر وكان مخلوق تاني من الجن؟ فهل هيستمر الحب ده ولا هيتحول الحب ده لشيء تاني؟ اسم أحمد من محافظة الجيزة، عندي 25 سنة. من صغري وأنا بحب دايما الحاجات الغامضة والمخيفة، وكنت دايما بتكلم عن الجن والعالم الغريب الخاص بيهم. وبدأت القصة لما كان عمري بس 9 سنين، وكنت دايما بتحداهم وبمشي من مناطق بيخاف إن يمشي فيها أصحابي، زي مثلا المقابر وأماكن تانية مهجورة خالية تماما من البشر. وكنت دايما بتحدى أي حد، وقلبي كان قوي وما كنتش خايف من أي حاجة في الكون، لا جن ولا عفريت ولا حتى شيطان رجيم. وكنت مهووس عن الجن وعالمه المخيف، وكنت دايما بقرأ كتير في الرعب من قصص وحكايات. ومن كتر حبي في الموضوع كنت بمشي لوحدي في وقت متأخر من الليل في مناطق خالية تماما من البشر، وكنت بتكلم بصوت عالي وباستهزاء كده، وكنت بقول دايما انتوا فين ايها الاوغاد، لو في جن راجل حقيقي يظهر لي. وكنت بستنى بعد الكلام اللي بقوله ده، لكن ما بيحصلش اي حاجة غريبة ولا بيظهر لي اي حد منهم. لكن جه عليا فترة وكنت مهووس اني لازم اقابل اي حد من الجن، وقررت في يوم ان استدعيهم، فربما يكون ليهم طقوس او كلمات معينة اقدر ان انا اظهرهم بيها. وقتها بدأت ان ابحث عن الجن واعرف طريقة حياته، وكمان اعرف ازاي اعمل الطقوس اللي بتخليني اظهرهم. وللاسف الشديد عرفت حاجات كتيرة عنه، وعرفت كمان انواع الجن وطريقة حياته، وكمان عن الجن العاشق. وبالصدفة وانا ببحث على جوجل ظهر لي موقع غريب كده، معرفش ظهر لي منين، لكن جوه الموقع ده كان في كتاب بيشرح فيه ازاي تقدر ان انت تحضر الجن، وكمان في طريقة انك ازاي تتجوز او تخطب واحدة من بنات الجن. ولقيت كمان صور بالتفصيل داخل الكتاب بتشرح ازاي تحضر الجن ده بكل اشكاله. ومعرفش ازاي الكتاب ده اصلا وقع في ايدي، لكن اعتقد انها صدفة غريبة. وقررت ان اخوض التجربة واتقدم لخطوبة واحدة من بنات الجن زي ما هو مشروح في الكتاب بالظبط. فربما الجنية دي تحضر فعلا. وبدأت ان انفذ كل اللي موجود في الكتاب، وجبت فعلا الحاجات اللازمة عشان اعمل الطقوس بتاعتهم، من بخور وشموع ولبن، وجبت كمان خاتم عشان اتقدم لخطوبة واحدة من الجن. وكانت الجنية اللي مذكورة داخل الكتاب كانت اسمها فرح بنت شمهورش. كنت عايز اخطبها واعرض عليها الجواز، وزي ما مذكور في الكتاب بدأت ان اكتب بالحبر اللي صنعته من الزعفران وماء الورد، وبردد كلمات كده مكتوبة في الكتاب قدامي لغاية ما وصلت لاسم الجنية اللي كان اسمها فرح بنت شمهورش. وهنا حصلت الكارثة والمصيبة، وفجأة اتغيرت كل حاجة حواليا، وبقيت بحس بالبرد في الغرفة دي. وكمان القلم اللي في ايدي بدأ ان هو يكتب اسم تاني غير اسم فرح بنت شمهورش. وما كنتش عارف ايه اللي بيحصل حواليا، لكن انا كنت متأكد ان في حاجة تانية بتتحكم في ارادتي. وما كنتش عارف ايه اللي حصل، لان ايدي بقت بتتحرك لوحدها، وبدأ القلم انه يكتب اسم كريستينال بنت صمصائيل. وكان القلم هو اللي بيكتب الحاجات دي لوحده، وما كنتش بقدر اتحكم فيه. وبعد كتابة الاسم ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل حواليا، لان حصل حواليا حاجات غريبة كده جوه الغرفة. فجأة لقيت الشموع بتتحرك، وصوت هوا جامد جوه الغرفة، وكمان اصوات همسات ومزعجة متداخلة مع بعضها، وما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل حواليا. وكنت حاسس بالبرد والخوف، وكأن جسمي اتشل تماما وما كنتش قادر اتحرك، الا عيني فضلت ثابته على الفراغ اللي موجود قدامي. وما كنتش قادر كمان ان اقفل عيني او اتحرك، اكن حد بيتحكم في ارادتي. وفي اللحظه ديت ظهرت من العدم
بنت جميلة جدا، اقسم لكم بالله ان ما شفتش اي بنت تانية في جمالها، وكانت بتضحك وصوت ضحكتها كمان كان بيعلى في ودني. وهنا بدأت نصرخ واقول لها امشي من هنا ومتأذنيش، وكمان كنت عمال بقول كلام فاضي وخرافات من كتر الخوف، ولقيت صوت ضحكتها كمان بيعلى في ودني اكتر واكتر. ولقيت فجأة ان الحاجات في الغرفة اتقلبت بالعكس، وكمان كانت الحاجات طايرة في الهواء. وفجأة شفت سواد رهيب قدامي لكن بيختفي بسرعة، وفجأة سمعت أصوات مخيفة وكنت حاسس بالبرد، ومن كتر الخوف فقدت الوعي. وبعدها حسيت ان اصحابي في السكن اللي جنبي بينادوا باسمي، ومنهم كمان اللي كان بيقرأ في ودني قرآن، لغاية ما فقت وبدأت ان ابص لهم وانا مستغرب، وما كنتش عارف ايه اللي حصل ولا انا حتى موجود فين. وبعد الموقف ده قررت ان ابعد عن الحاجات ديت، لكن انا كنت ساذج وما كنتش عارف انها مجرد البداية، ويا ريتني ما كنتش بدأت وما عملتش اللي عملته ده بسبب فضولي وتطفلي. ورحت لعيلتي عشان انسى اللي حصل وكأن مفيش حاجة حصلت من الاساس. وفي اليوم اللي بعده كنا سهرانين انا واصحابي في القرية، وخرجت من عندهم وكانت الساعة عدت 2 بالليل. وقتها كنت راجع لبيتي، لكن وانا في الطريق لقيت نفسي ماشي تلقائيا في طريق تاني بعيد تماما عن الطريق اللي بيوصلني للبيت بتاعي، وكأن حد بيتحكم في ارادتي وهو اللي ممشيني. والطريق كان ضلمة جدا وما كنتش سامع فيه الا صوت الهواء جوه ودني، وكمان اصوات الحشرات اللي بتظهر بالليل. وحاولت ان اقف وارجع من الطريق اللي انا عارفه لبيتي، لكن ما قدرتش ابدا. وفجأة سمعت صوت رفيع بيهمس في ودني وبيقول انت ملكي النهارده، وهتقضي ليلة عمرك ما هتنساها في حياتك أبدا. وبعدها سمعت صوت ضحكة ناعمة، وبدأت إن أبص يمين وشمال بخوف جدا عشان أعرف مصدر الصوت ده جاي منين، لكن ما شفتش أي حد حواليا. وبدأت إن أجري زي المجنون للبيت، ومعرفش إزاي أنا وصلت للبيت بتاعي من الطريق الغريب ده. ولما دخلت غرفتي وطفيت النور تماما ورميت نفسي على السرير من كتر التعب، حسيت إن جسمي متخدر وأكني مشلول تماما، وما كنتش قادر أتحرك إلا عينيا كانت بتتحرك في كل الاتجاهات وبتحاول إنها تدور على مخرج يخرجني فيها من الموقف ده، لغاية ما ظهرت قدامي بنت جميلة جدا، جمال ما شفتوش قبل كده في حياتي. وما كنتش عارف إزاي أنا كنت شايفها على الرغم إن الغرفة كانت ضلمة. وقربت مني أكتر وحصل بينا اللي حصل، وما كنتش عارف إيه اللي حصل لي بالظبط امبارح. وبعد كده رحت لجدتي لأنها هي اللي مربياني وما كنتش بخبي عنها أي حاجة، وحكت لها على اللي حصل لي من البداية، وكمان قلت لها على اللي حصل معايا في ليلة امبارح. وخدتني جدتي لشيخ بيعالج بالقرآن والرقية الشرعية، والشيخ قال لي ايه اللي انت عملته في نفسك ده يا غبي، اللي انت قابلتها ديت جنية مجوسية بتعبد النار، وانت اتقدمت عشان تخطبها وتتجوز منها وهي قبلت طلبك ده، وهي دلوقتي بتعشقك، ودي البداية لكن القادم أسوأ. وبكده خلصت قصتنا النهاردة، لكن عموما قصصنا ما بتنتهيش. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا أول بأول. سلام.